السلام عليكم شباب، عندنا منصة استثمارية راح أشرح لك طريقة التسجيل وطريقة عمل إيداع مع إثبات سحب على منصة باينانس. طريقة التسجيل سهلة، راح تكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور وننطي اشتراك. أول ما تسجل راح تظهر لك هذه الواجهة. ما تقدر تشتغل شباب حتى تسوي إيداع، أقل إيداع $13. راح تجي تضغط على تعبئة الرصيد، راح تنسخ العنوان. تقدر تسوي إيداع من أي منصة أو محفظة. مثلا أنا راح أسوي إيداع من منصة كوكو كوين. تجي على الرصيد، بعدين للسحب، بعدين تختار عملة $1. أول شي راح تلصق العنوان، بعدين تحدد الشبكة. هي الشبكة موجودة TRS 20. رسوم السحب $، لازم تسوي إيداع $14 حتى يصلك 13. تمام، لا تسوي إيداع أقل من 18 ترى ما يصلك. بعدين تضغط على اكتملت عملية إعادة الشحن. مباشرة راح يتفاعل عندك ال VP1 وراح تجي على المهام. تمام، عندك 3 مهام، كل مهمة $1. تمام، نضغط على إكمال المهام. المهمة الثانية، المهمة الثالثة، بعدين راح تجي للملف الشخصي حتى نسحب $3. حد السحب $3، واحنا عندنا $3. يريد منا العنوان، راح اسحب على منصة باينانس. نجي للإيداع، ونلصق العنوان، نحدد المبلغ، آخر شي تكتب كلمة المرور. تمام، وننطي تأكيد. تم السحب. هسه راح ننتظر حتى يصلنا السحب للمنصة. شباب وصلني شعار، وصلني $2.70، يعني رسوم 30 سنت. مثل ما تشوفون شباب $2.70. وللتوضيح، مو اي موقع انا انشره، موقع صادق ويسحب. انتبهوا من هيج مواقع شباب، يجوز اول مرة يدفع، ثاني مرة ما تقدر تسحب الا تسوي احالات نشطة، يعني تدعي اشخاص ويقومون بالايداع حتى تقدر تسحب. انتبهوا من هذه المواقع، انا جاي اشرح للترويج فقط. عندك نظام الاحالة 3 مستويات، وخلنا نشوف باكر راح نقدر نسحب من هذا الموقع. ولا تنسى دعمكم للفيديو بلايك، وفي امان الله.